هو طبعا يعني كيف ما توقعنا المقابله غادي تكون يعني صعبه باعتبار انه هذا نهائي. الفريق ديال زناكو اللي ما انهزم ولا مباراه يعني منذ بدايه هذه المنافسات الافريقيه. طبعا صراحه اليوم فاجئنا لانه يمكن المباراه ديال الذهاب في الملعب ديالو تحكمنا فيها اكثر من اليوم. الشوط الاول صراحه كان ممكن يعني تكون مفاجاه كبيره، لانه لو كان سجل لنا كانت يمكن المجريات يمكن تبدل، يمكن نلقاو صعوبات اكثر. الحمد لله انه ما تلقيناش هدف في الشوط الاول، لانه ارتكبنا بعض الاخطاء يعني في هذاك الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. ارتكبنا بعض الاخطاء، كان هناك بعض السهو لانه انا اظن انه اللاعبين ديالنا كلهم كانوا كينتظروا الهدف، ما كيفكروش في هذيك لا كونتاتا كيفاش غادي نوقفوها. اللاعبين ديال زناقو لاعبين اللي صراع مهاريين. الحمد لله انه الشوط الاول يعني مر يعني بسلام. الشوط الثاني صراحه يعني تحكمنا في مجريات اللقاء بشكل جيد، خلقنا فرص اكثر اللي كانت هي واضحه. مع الاسف انه انتظرنا يمكن حتى الدقيقه 67 اظن عاد باش سجلنا الهدف، ولكن يمكن حتى التوقيت يمكن ديال الهدف كان يعني توقيت اللي هو جيد، لانه جاء في اخر اللقاء. يمكن الطرد ديال اللاعب ديال زناكو حتى هو يعني اثر بشكل جيد وساعد بشكل جيد، لانه كانت التدخلات ديال اللاعب تدخلات اللي هي قويه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. تنظن انه اليوم اللاعبين ديالنا استحقوا انهم يفوزوا باللقاء. شكرا للاعبين، شكرا يعني للمكتب المسير اللي صراحه خلق واحد المجموعه ديال الظروف باش الفريق يكون يعني في المستوى. واخر حاجه شكرا لهذاك الجمهور ال 50,000 اللي صراحه ساندتنا كيف المقابله السابقه امام الاهلي، واليوم تتساندنا، وكانت لها يعني واحد النسبه كبيره في يعني في التاهل وفي تواجد الوداد في ربع النهائي.